الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله معا سنحاول أن نتطرق إلى مشكل نعاني منه كثيرا، خصوصا في هذا الجهاز التابع لشركة سامسات. وهذا الجهاز من نوع 60 HD ميني. هو المشكل نقع فيه كثيرا عند تمرير تحديث لهذا الجهاز، وخصوصا النسخة الأخيرة أو النسخة الجديدة من هذا الجهاز نقع في هذا المشكل وباستمرار. في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول أن نقربكم إلى حل لهذا المشكل، وهو حل بسيط وسهل وسلس. أول شيء إخواني، كما قلت، بعد تحميل فلاش على الجهاز نقوم بعمل اكستري للتحديث. فينبثق لنا إخواني هذا الملف، ندخل إليه سنجد التحديث على هذا الشكل. نقوم بإعادة تسميته إلى روم ناو على هذا الشكل كما قلت، روم ناو، ونقوم بتنزيله على فلاشة USB. الجهاز على هذا الشكل. ونضغط على زر الباور كما رأيتم. كما قلت فهي بسيطة كما ترون على شاشة التلفاز. وننتظره حتى يكتمل. وها أنتم تخلصتم من هذا المشكل بصفة نهائية. ملحوظة، سأضع الملف تحت في الديسكريبشن، وأي استفسار فأنا في خدمتكم. والسلام عليكم.